تعديل للنظام القمعي في سوريا. تحدثنا أيضا عن إيران، حيث ما زلنا نسعى في مسار ثنائي بفرض عقوبات تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولكننا واضحون بأننا جاهزون أيضا بالجلوس والمناقشة بطريقة ذات هدف ومغزى من خلال المشاركة الدبلوماسية بالنسبة للبرنامج النووي. من هنا قلت إننا نعترف بحق إيران. قطع الصوت من المصدر. إيران عليها مسؤوليات دولية نتوقعها أن ترتقي إلى تنفيذها، كما أننا ناقشنا أيضا الدعم القوي الذي تقدمه تركيا للديمقراطيات الجديدة، وناقشنا طيفا واسعا من القضايا على صعيد ثنائي. فنحن ما زلنا مستمرين بأخذ الأمور بالأولويات. فتركيا ديمقراطية ناجحة وهي قدوة، ونحن ما زلنا مستمرين بالاهتمام بالعمل الذي تقوم به حكومة تركيا بالنسبة للحريات الدينية وإعادة الممتلكات الدينية. وعبرت أيضا عن اهتمامنا بمعهد حلقي الديني، كما أن من المهم لنا أيضا أن نركز على ما يمكننا أن نفعله بغية مساعدة الديمقراطيات الناشئة كتونس ومصر وليبيا ودول أخرى في المنطقة، وأن نركز أيضا على الحاجات الملحة لسوريا. وقد تحدثنا لساعات عن هذه القضايا كما هي العادة عندما نلتقي دائما، لأننا نلتقي ليس كزملاء ولكن كأصدقاء، وسأتطلع لمناقشات بناءة أخرى في المستقبل. لقد كان شرفا عظيما لي أن أكون هنا في واشنطن، وذلك بعد أن زارت الوزيرة اسطنبول في يوليو. اتفقنا على أن نلتقي في العاصمتين، وحظينا بفرص نلتقي على هوامش لقاءات دولية، وكلما نلتقي هناك في العادة جدول أعمال واسع وتحديات مشتركة تواجهنا وفرص على المشهد الإقليمي والدولي. فالعلاقة التركية الأمريكية هي مثال على نموذج العلاقات كما وصف ذلك الرئيس أوباما، ونود لعلاقتنا أن لا تكون أمنية فقط ولكن اقتصادية، وأن نكون نموذجا في العلاقات الاقتصادية والشراكات المتعلقة بالاستثمار والتجارة. وفي إطار الناتو أيضا لدينا قضايا مشتركة مهمة، قمة شيكاغو القائمة ستكون مهمة أيضا، ولدينا منهج مشترك في العمل في إطار الناتو. ولكن القضية الأهمية كانت القضايا الإقليمية كما أشارت الوزيرة كلينتون. وتحدثنا عن كثب، والتقينا في الأسبوع الماضي وناقشنا عدد من هذه القضايا، لأن هناك مرحلة انعطافية تاريخية جديدة في الشرق الأوسط، وتركيا في موقع جغرافي مهم الآن. ففي الجزء الغربي منها الآن هناك أزمة اقتصادية، وفي الجزء الجنوبي من تركيا هناك أزمة سياسية كبيرة. وتركيا هي جزيرة للاقتصاد والرخاء، ولدينا علاقات مهمة خاصة مع الولايات المتحدة، ونود أن نسهم إيجابيا في حل كل هذه الأزمات المحيطة بنا. القضية الساخنة الآن سوريا، وقد ناقشناها بالتفصيل، وذلك لأنه بعد العمليات الانتقالية في تونس ومصر وفي المغرب وفي ليبيا هناك انتخابات حرة تمت، وهناك أناس مثل السوريين أيضا يستحقون ذات القيم وذات الحريات لكي تنفذ في بلادهم. ونحن ندعم العمليات الانتقالية السياسية في شمال أفريقيا، وقد ناقشنا بالتفصيل كيفية مساعدة التونسيين والمصريين والليبيين، حيث نعمل معا يدا بيد مع الشركاء الإقليميين والدوليين لجعل هذه التجارب ناجحة، لأن
هذه القيم هي ذاتها التي ندافع عنها، وهي سيادة القانون والديمقراطية والشفافية والمساءلة. هذه هي القيم العليا التي ندعمها في تركيا وفي كل أرجاء العالم. الآن السوريون يطالبون بذات الشيء، ليس أكثر من ذلك، وهو من حق الشعب السوري أن يستمتع بثقافة ديمقراطية وبيئة جديدة، وذلك لكي ينتفع من هذه التحولات التاريخية. هذا هو طلبهم. الأسبوع الماضي لم يكن هناك عنف، والشعب السوري طالب بذلك، ولكن للأسف النظام السوري تحرك بعنف ضد هذه التظاهرات السلمية. واليوم هناك أزمة ومأساة إنسانية حقيقية. تركيا لديها استراتيجيات ثلاثة في هذه الأزمة. أولا، مشاركة ثنائية. من يناير حتى أغسطس العام الماضي قمنا بكل ما بوسعنا لإقناع النظام السوري بأن يقبل مطالب الشعب، وعندما لم يقم بذلك ولم يكن هناك نتائج، عملنا في المرحلة التالية مع الجامعة العربية كمبادرة إقليمية. والجامعة العربية نحن نقدرها ونقدر كل جهودها، وأود أن أؤكد على أننا ندعم كل قرارات الجامعة العربية. بالأمس تحدثت مع الأمين العام للجامعة العربية ومع الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري، وعبرنا عن دعمنا. ولكن رغم كل هذه النوايا الحسنة ودعمنا للجامعة العربية، إلا أن مجلس الأمن الدولي كما تعلمون لم يكن قادرا على أن يوافق على خطة الجامعة العربية بسبب حق النقد الفيتو الذي تمت ممارسته. وعندما حصل هذا الانسداد، فنحن كشركاء دوليين لم يكن بإمكاننا أن ننتظر وأن نرى كل يوم قذائف المدفعية تطلق ونرى القمع في حمص وفي مدن أخرى في سوريا. ولذلك فأنا زيارتي رغم أنه لم يكن هذا الهدف منها، ولكنها كانت زيارة تشاورية بشأن عدد من القضايا، إلا أننا تحدثنا عن الوضع في سوريا. أولا، اتفقنا على أنه يجب أن يكون هناك مبادرة إنسانية للتواصل مع الناس الذين يعانون بسبب نقص الغذاء والدواء في كل مكان في سوريا. ولذلك تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة وتحدثنا عن مبادرة إنسانية لجعل هذه المبادرة الإنسانية ممكنة. أيضا سنكون في تونس للحديث عن البعد السياسي، واللقاء سيكون منبرا دوليا لإظهار التضامن والتعاضد مع الشعب السوري، ولإرسال رسالة إلى النظام السوري بأنه لا يمكن له أن يستمر بالعنف. بالطبع سوف نتابع عن كثب نحن كولايات متحدة وتركيا والشركاء المستجدات، ولكن سنستمر بالدفاع عن الشعب السوري في كفاحه. وناقشنا بالتفصيل موضوع إيران والقضية الإيرانية والمحادثات النووية. أنا كنت في طهران الشهر الماضي، والإيرانيون أعلنوا عن استعدادهم لإعادة بدء المفاوضات، ونحن على تواصل أيضا مع كاثرين أشتون. واليوم قلنا أن أفضل طريق يتمثل في المفاوضات بوجود إرادة سياسية حقيقية ونوايا حسنة، وبعملية تقود إلى نتائج، وليس فقط مجرد اجتماعات تؤدي بنا إلى نفس الإجراءات الصعبة. يجب أن يكون هناك لقاءات وأن يبقوا هناك إلى أن يحلوا القضايا العالقة. وإن كان هناك مفاوضات مركزة كهذه، نأمل أن يكون هناك حل. هناك قضايا أخرى أيضا نتشاطر بها، وهي ما يجري في البلقان والقوقاز وقبرص وقضايا أخرى، وهذا يظهر مدى. إذن مشاهدينا، تابعنا جزءا من المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع نظيرها التركي أحمد داود أوغلو، والذي تم فيه طرح القضايا التي تم بحثها، وهي قضايا مشتركة كما أشار الوزيران، وتم التأكيد والتركيز بشكل خاص على الأزمة السورية.